السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والآل وصحبه وسلم. ناجتس الفراخ يا بنات بكمية كبيرة، اقتصادية جدا. ما شاء الله، طعمها بقى ولونها تسويتها مفيش أسهل من كده، بجد طعمها خطير. أحسن ما تجيبيه من الشركات اللي هي الجاهزة، بقى الكيس بقد كده دلوقتي، إنما هتعملي كمية كبيرة جدا إن شاء الله. رمضان جاي ممكن كمان هينفع جدا في رمضان وصفاته. تعالوا طيب، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي ونشوف طريقتنا. أنا عندي هنا نص بانيه، ممكن الهواء الشرايح بالشكل ده وممكن تقطعيه. بصراحة أنا عندي هنا الشرايح بتاعتي رفيعة، فأنا هبدأ أحطها كده عندي في الكبة وهنبدأ أضربها كويس جدا. أهم حاجة ضرب اللي هي البانيه، تضربيه يبقى ناعم جدا، وهنشوف برضو كل مرحلة في اللي أنا بعملها إيه. طبعا أنا ضربته كويس جدا. بعد كده ده كوباية بقسماط، او ممكن كوبايه عيش فينو مطحون، او ممكن بقسماط على عيش فينو على فيجيتار. يعني انا دي خلطه انا بعملها كده. عندي حوالي من 5 ل6 فصوص ثوم. عندي بقى الملح هنا حسب الرغبه. وهنشوف البهارات بتاعتنا. عندي فلفل اسمر، عندي هنا رشه قرفه ممتازه يا بنات، حطوها ممتازه. بعد كده بقى انا عندي بقى ثوم، ثوم باودر، بصل باودر، وعندي البيكنج باودر. طبعا احنا ما ننساهاش هنا معلقه صغيره بيكنج باودر، علشان بتعمل على الهشاشه، ما تبقاش الكفته بتاعتنا او الناجتس بتاعتنا تبقى مكتومه. واخر حاجه حطيتها الزنجبيل. هنا السحر بقى كله هنا في معلقه النشا يا بنات. معلقه النشا برضو بتدي نعوميه وهشاشه برضو مع البيكنج باودر، بجد روعه. اهم حاجه تضربيها بقى ايه، دقيقتين 3 4 دقايق كده على حسب قوه الكبه عندك، لغايه ما تصبح بص عجينه متجانسه بالشكل دوت. تمام، ما هيش طريه ولا هي ناشفه. بعد كده عندي كيس فردته على الرخامه بتاعتي او على سطح العمل. اهم حاجه مدهون زيت، يعني الكيس اللي هو اللي انا فرد عليه بيبقى مدهون زيت علشان ما تلزقش فيه. ده مهم جدا يا بنات. ابدأ بقى افرديها كده بالنشابة بتاعتك، يعني كيس من فوق وكيس من تحت. ابدأ افرديها بالنشابة، وتكون ايديكي فيها زيت، او الكيس برضو يكون مدهون زيت زي ما قلت. انا عندي هنا بقى القطاعة هنا بتاعت بسكوت السابليه، او اي قطاعة عندك، او كوباية، اي شكل انت عايزاه. ايديا فيها زيت علشان هي الناجتس احنا عندنا هنا بتلزق يا بنات، فبتلزق. فعلشان ما تلزقش بقى في ايدينا ولا في القطاعة بتاعتنا، القطاعة بدهن حروفها زيت، وايديا برضو بيبقى فيها زيت كده. هي بتدهنيها بس مرة واحدة ايديكي، واللي هي القطاعة ديت خلاص مش بتلزق طول ما انت بتقطعي اللي هي الناجتس بتاعك. تمام كده. وطبعا انا زي ما انا قلت، ممكن كوبايه، ممكن بوله صغيره، اي شكل عايزه تقطعيها مثلا مربعات هتبقى بالسكينه، مفيش مشكله. بس انا حبيت تغيير يعني هنا، ده اعطيها شكل كده جميل جدا يعني. برضو يعني الاشكال لما تكون مختلفه في الوصفات بتاعتنا، يعني بتشهي كده وبتفتح نفس الاولاد على الاكل يعني. بس قطعي بقى الكميه بتاعتك بالطريقه دي. بص على فكره بتطلع من القطاعه سهله جدا يا بنات، ما بتلزقش ولا حاجه. طب انا ما عنديش قطاعه وعايزه اعملها على ايدي ومش عايزه اعملها بالسكينه يا حنان. طيب هناخد قطعه اهوت، انا وريتكم دي اخر قطعه، قلت اعملها معاكم برضو على ايدي. هنبدا نكورها كده، وبعدين نفردها على شكل بيضاوي. وبصوا، طالما ايديا فيها الزيت بتبقى سهل التشكيل معاها خالص. اهوت نفس الشكل اللي انا طلعته باللي هي القطاعه بتاعتنا، قطعناها سويناها بايدينا وصوابعنا كده، طلعت هي نفس الشكل اهوت. والحجم طبعا بيبقى يعني ايه، يعني تخينه شويه، مش بتبقاش رقيقه وما بتبقاش تخينه جامد. اهوت ايه رايكم؟ هي نفس القطعيه يعني، او نفس الشكل، بس انا استسهلت بالقطاع. ما شاء الله انا خلصت الكميه اهي. بصوا، طالما ما شاء الله انا عملت قد ايه، طبعا 35 قطعه اهوت، اللي هنا في الصينيه هنا وفي الصاج 35 قطعه بانيه. قطعه ناجتس من نص بانيه يا بنات. تعالوا بقى نشوف اللي هي الخلطة ديت بتاعتنا. أنا عندي بيضة وكوب حليب، علشان هنبدأ بقى إيه نعمل الكفر بتاعها. بيضة بقى في كوباية الحليب، وقلبي قلبي قلبي كده، وبعد كده رشة ملح ورشة فلفل أسمر. تمام كده، وقلبيها برضو. يبقى احنا عندنا كده المقدار السائل بتاعنا جاهز. تعالوا بقى الطبق بقى بتاعنا هنا، هنحط بقى فيه برضو مكونين. عندي ديت اللي هي الكورن فليكس اللي بيتباع عند العطار، بس انا جبته وطحنته كويس. وممكن الاستغناء عنه تعملي بقسماط بس، يعني الحاجة اللي موجودة هتشتغل بيها وهتطلع جميلة. وهنا كوباية بقسماط. البقسماط اللي عندي انا بحط عيش فينو على بقسماط على فيجيتار حار او عادي، على حسب يعني الاولاد اللي ما بيحبوها مثلا، او انتوا لو بتحبوا الحاجات الحاره مفيش مشكله. بس بصراحة أنا حطيت اللي هو الفيجيتار اللي هو البارد. الفيجيتار ده يا بنات اللي هو عبارة عن بقسماط مطحون مع بهارات، لحبايبي اللي هو في الدول العربية اللي انتم اللي ما عندهمش، يعني مش عارفين يعني ايه فيجيتار.
تمام. بعد كده بقى هناخد بقى، انا عندي برضو نص كوب دقيق، يبقى انا احط في الدقيق، بعدين في الحليب، بعدين في البقسماط اللي عليه كورن فليكس، او ممكن كورن فليكس بس لو انت مش عايزه بقسماط، وممكن بقسماط بس لو انت مش عايزه الكورن فليكس. اللي موجود عندك اشتغلي بيه، والله رائع، وهتديكي برضو نفس النتيجه. دقيق، بعدين حليب، بعدين اللي هي البقسماط. طيب انا هحطها بقى في اللبن اللي هي الحليب يا بنات، والبيض مرتين، عملتها كده اهيت في البقسماط، هرجعها تاني في الحليب اهوت، وهنحطها في البقسماط. يبقى اذا الكفر بتاعنا يبقى مرتين في الحليب بس، لكن الدقيق مره واحده. شايفين هيبقى بالشكل ده. نعمل كمان واحده اهوت، دي اول مره هحطها في البقسماط، نرجعها في الحليب، وبعد كده في البقسماط تاني، وقلبي قلبي كده. تمام اهوت بالشكل دوت. اظن سهل جدا. اهم حاجه بس تعمليها مرتين في الحليب، ويبقى الكفر بتاعنا تقيل كده، وهيبقى كويس. هو مش تقيل قوي يعني، بس برضه هيديها الشكل والقوام بتاعها المظبوط جدا زي ما انتم شايفين. خلصي بقى كده الكميه بتاعتك كلها بالطريقه ديت. على فكره ممكن بقى تفرزيها في المرحله ديت يا بنات، ممكن تتفرز عادي خالص، تفضل بقى في رمضان اعملي الكميه اللي انت عايزاها، او كمان طول السنه، يعني مش لازم رمضان بس، في طول السنه اعملي كميه كده، بدل النص بانيه ده ممكن انت تعملي حتى كيلو بانيه وتضاعفي الكميه طبعا ما شاء الله. بصوا النص بانيه لوحده عمل 35 قطعه يا بنات. يلا هوت ايه، عدوا معايا. انا طبعا في جزء انا هفرزه من غير البيض البقسماط ده، فرز بصراحه يعني، كان البقسماط عندي خلص، فانا قلت هفرزه من غير، يعني ينفع تفرزيها كده من غير بيض وبقسماط، وينفع تفرزيها بالبيض والبقسماط. تمام. تعالوا بقى نقلب كده شويه، ونشوف النتيجه النهائيه للناجتس بتاعنا. انا عندي برضو زيت مش غزير قوي زي ما انتم شايفين كده، بس المهم يكون سخن في الاول، وبعد كده هدي النار، تبقى نار هاديه علشان ايه، يستوي كويس. اهم حاجه علشان ايه ما يتلسعش منك او يحمر منك، والفراخ يبقى جواها يبقى مش مستوي. اهم حاجه بس على نار هاديه، السوا على نار هاديه. انا هنا تحس ان هو الزيت بيغلي جامد، بس علشان انا اصلا مسرعه الفيديو. بس اهم حاجه النار بتكون هاديه يا بنات، علشان انا بقول تاني علشان تبقى مستويه كويس من جوه ومحمريه من بره بشكل كويس. خلاص حمرنا بقى كده، وهنبدأ نطلع اللي هو الناجتس بتاعنا. شايفين اللون؟ بقول لكم بقى الطعم بقى خطير جدا. اعملي بقى وفرزي منها طبعا، لكن انت حمرتيها ما ينفعش تتفرز كده وهي متحمرة يعني. خلينا واضحين، لكن وانت لسه قبل ما تحمريها ممكن تفرزيها وهي مع البيض والبقسماط، او قبل كمان ما تحطيها في البيض والبقسماط ممكن تتفرز برضو بالشكل دوت. طبعا هتحطي كمية كبيرة، هتحطي بينهم أكياس وتفرزيها بالطريقة ديت. ايه رأيكم؟ أظن مفيش أسهل ولا أجمل من كده. خلصنا أول طاسة، وبعد كده حطي بقى كده، وبرضه على النار الهادية بتاعتنا، واقلي الكمية اللي انت عايزاها. طبعا حلو قوي جدا في المناسبات، في العزومات جميلة جدا. رمضان اهوت على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. اعملي كمية كبيرة زي ما انت شايفة كده، زي ما انا بقول لكم اهوت يا بنات. ده اللي هو بالبيض والبقسماط، وده اللي هو من غير. ممكن تفرزيها بالطريقتين هتبقى ناجحة معاكي. طبعا هتغلفي الاطباق ديت بستريتش رام، وتحطيهم في الفريزر لحين استخدامها. اول ما تطلعيها طبعا انت هتعمليها وهي مجمده، وهي مجمده سيبها على نار هاديه هتستوي. ايه رايكم بقى؟ بصوا ما شاء الله تبارك الله، حاجه فظيعه، اقتصاديه جدا، جميله جدا، الكل بيحبها طبعا. تعملها كسندوتشات او مع مكرونه او مع رز بسمتي، هتمشي مع كله. بجد وصفه في منتهى اللذاذه. يا رب الفيديو نرضاكم وتنفذوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.